زوز مقابلات في البرنامج. مباراة ملعب فرحات حشاد بريانا بين المنتخبين المغربي والجزائري، بين منتخب فاز في الجولة الافتتاحية على ليبيا في ملعب الكرم بسداسية نظيفة، ومنتخب انهزم في نفس هذا الملعب ضد المنتخب التونسي 4-2. الجولة الثانية إذن في دورة اتحاد شمال أفريقيا مواليد 2005 2006. مباراة تدور في ملعب الكرم في نفس هذا التوقيت. مصر ليبيا، وأول ظهور للمنتخب المصري اللي كان معفى هذه البطولة سيتحصل على هذا اللقب الرمزي لقب للجزائر. مباراة تأكيد للمنتخب المغربي في دورة اتحاد شمال. أنس تجاورت حاول رفع الكرة ولكن التسلل الخديم، التوزيع على مستوى القائمة الثانية والتسديدة كرة خارج يوسف الخديم. التوزيع وكرة تمشي في هذه كرة للمنتخب المغربي. طارق العيساوي لحارس مرمى عبد الحكيم مصباحي. عبد الحكيم على التمريرة لمعاذ ليبي، وهذا الحارس يخرج كليبرو يقوم بالتغطية. حارس المنتخب المغربي عبد الحكيم على مردود هذا المنتخب، فترة تجارب، فترة تحضيرات، مقابلات ودية. و لعلي معمر كانت في الجولة الافتتاحية في هذه الدورة 12 هدف في مقابلتين. عملية والاختراق من 3 لاعبين، والتمريرة كانت بعيدة. التمريرة كانت قوية وبعيدة على سيدي أحمد عيساوي. هذه الإعادة وممكن يكتسب خبرة 17 سنة في البطولة البلجيكية على رأس الشباك. يعطي إشارة التنفيذ على مستوى القائمة الثاني. ترجع من المهاجم ثم ضد المنتخب المغربي تتنفذ بسرعة، والكرة ثنائية المخالفة. فتحين هل يفتح باب الشباك في هذه الصحراوي؟ ترجع لمحمد يانيس السعيدي، يرفع كرة لريان قلي. التدخل الهجمة للمنتخب المغربي قبل ما تخرج، وممتازة العملية والتصويب والهدف الأول للمنتخب المغربي. الهدف الأول للمنتخب المغربي. ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري في توقيت 21 دقيقة لعب. 1-0 للمنتخب المغربي بعد سيطرة نسبية كما قلنا خلال بداية الشوط. ونظن معاذ ضحاك هو الذي سجل وسدد آخر كرة ولجت الشباك. معاذ ضحاك بالفعل في توقيت هذه إعادة للعملية، وهذه التصويبة التصدي الأول من الحارس، لا هذه الثانية، هذه التصويبة الثانية تصويبة الهدف. معاذ ضحاك سجل للمنتخب هذه عادة من الأول. التوزيع، المدافع يتدخل، تصدم بالقائم ثم ترجع مرة أخرى أمام هذا اللاعب الرقم بهدف مقابل 0. كميل بن سولة حاول التمرير داخل المنطقة وعملية الدفع، والحكم يقول ما فما شيء. خالد قويدر يقول ما فما شيء. هذه الإعادة من كميل والمدافع في تداخل. هذه كرة مرة أخرى و عملية الدورة ثم تتقص عكس الهجمة للمنتخب المغربي من إبراهيم غاليدي، والكرة كانت بعيدة. ضربة مرمى للمنتخب الجزائري، كرة خاطئة في وسط الميدان كادت تتكلف المنتخب الجزائري هدف. وهذا الدفاع للمغرب جذب الجزائر، جذب لاعبي الجزائر، محاولة إيجاد المنافذ. وهذه كرة وتسلل. رفع ل 11 عثمان محمد، توزيع على مستوى القائم الأول، فما حد على مستوى القائمة، وتوصل لكميل بن سورة لكن تتقص. والمخالفة ضد التنفيذ والحارس في دين الحارس. سهلة الكرة في دين الحارس إبراهيم غاليدي. التوزيع على مستوى القائمة الثاني، الجهة اليمنى نشيطة لطارق العيساوي. رشيد السياح، أنس تجاورت مع نعيم بيار. 1-2. أنس تجاورت التوزيع وتوصل ليوسف الأخديم. أرضية ممتاز التدخل الدفاعي، وممتازة العملية المغربية، وضربة مرمى
للمنتخب التنفيذ بالفعل، وكرة عالية فوق العارضة، كرة بعيدة عن المرمى من القائد أنيس فتحين باليسرى، سدد بعيدة عن المرمى للمنتخب المغربي. التوزيع بالراس والهدف الثاني، الهدف الثاني لنعيم بيار بالراس. نعيم بيار يسجل الهدف الثاني في توقيت 38 دقيقة لعب. 38 دقيقة لعب. نعيم بيار للمنتخب المغربي بعد تنفيذ مخالفة من يوسف الأخديم دون رقابة، يصعد بالراس نعيم بيار. نعيم بيار يسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. سنشاهد الإعادة وهذه المخالفة، التوزيع، ونعيم بيار يصعد فوق الجميع يسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي مقابل 0. مصر في أول ظهور لها في هذه البطولة، بطولة اتحاد شمال أفريقيا، كانت معفاة هذه العملية للمنتخب المغربي، وتسديدة ضعيفة في دين الحارس كانت من 10. وهذه كرة لمعاذ ضحاك. معاذ ضحاك يقوم بالمراوغة الأولى، الثانية يتجاوز المدافع، التوزيع باليسر على مستوى القائمة الثاني، ومحاولة التسديد الجزائري بعيدا عن منطقة الجزاء. هذه كرة مرة أخرى تدخل من الحارس قائد المنتخب الركنية للمنتخب الجزائري. سيطرت الجزائر في آخر 5 دقائق. هذه كرة للقائد والهدف ممتاز، الهدف من أنيس فتحين. أنيس للمنتخب الجزائري، إعادة للعملية ممتازة، تصويبة أرضية ساحقة من تسجيل الهدف الأول للجولة الافتتاحية ب6 أهداف مقابل 0 ضد المنتخب المقدم. قبل هذا الكرة للمنتخب المغربي لرشاد فتال. رشاد فتال التوزيع عثمان معمة والتدخل الدفاعي، تخرج كرة في الركنية للمنتخب، ويراوغ ريان قلي التصويبة ممتازة من ريان قلي. الجزائري سلاح الكرات الثابتة للمنتخب الجزائري، والحارس مرة أخرى غيرات لمدرب الجزائر ياسين المانع. أكيد فرصة للاختبار، فرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللو ضد تونس. يوزع كرة كيريام للمنتخب الجزائري، التمرير والتسديد في دين الحارس. التصويب نحمد، ثم ريان قلي التمريرة وضربة الجزاء للمنتخب. يتقدم كحيلي ويسجل 2-2. الثاني للمنتخب الجزائري، كحيلي بن أحمد منذر عيون وأنيس فتحين. يصبح عثمان معمة فما علي معمر يتلف الكرة، خير التوزيع، كرته قصيرة وتنفيذ المخالفة للمغرب وممتاز التصدي، وفما رفع راية بعد تنفيذ مخالفة لأنست جاورت. علي معمر التوزيع ومخذاش الكرة، يوسف الأخديم على التوزيع على مستوى القائمة الثاني، مناسبة أولى ثانية ثم ازدواجية. عثمان معمر التوزيع كما جات، وعلى التدخل من محمد يانيس السعيدي ثم كميل بن سولة. تتفك مرة أخرى للمنتخب المغربي عكس الهجمة، والهدف الثالث للمنتخب المغربي. الهدف الثالث إلياس بومسعودي أسعد الأنصار واللاعبين والفنيين. اللاعب البديل إلياس بومسعودي في الدقيقة 90 زائد 2. هجوم معاكس للمنتخب المغربي، والهدف الثالث من البديل إلياس بومسعودي سجل الهدف. هذه إعادة، نشاهد إعادة للهدف الثالث للمنتخب المغربي، هدف قاتل في توقيت قاتل، دقيقة 90 زائد 2، وهدف للمنتخب المغربي. فرحة كبرى لعناصر المنتخب المغربي للإطار الفني. هذه كرة وهذه إعادة وهذه التوزيعة في ظهر المدافعين، يستلم الكرة يروض باليسار ويسدد باليسار. اللاعب البديل إلياس بومسعودي كما قلت أسعد الجميع. إلياس بومسعودي
هذه إعادة مرة أخرى تقريبا من وسط الميدان، التوزيعة من رفيق الأرغيوي